السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. والله خارجين من رمضان بقى وقرفانين من الأكل. بصوا فعلا زهقنا من الأكل والله. اهو بصوا بقى هنعمل ايه. انا قلت لهم تعالوا نعمل كريب وحمام كداب. يعني كده بقى عيد وكده وقرفنا من الأكل بصراحة. بصوا عملت تبلت الأول الحمام الكداب وحطيت بصلة وقطيه كده وحبه فلفل وقرن فلفل اخضر. عايزاه سبايسي ماشي، مش عايزاه يعني عايزاه عادي براحتك. انا ما بقدرش اعمل سبايسي عشان احفادي. هتقولي انت احفادك على طول عندي كينونه؟ اقول لكم هم على طول عندي ما بيسيبونيش، يعني بيبدلوا عليا، يعني بيخافوا عليا. بحط التوابل ملح وفلفل وسبع بهارات بس عشان ما اغيرش طعم الوراك. خلاص كده تمام. تمام بس هنركنه. تعالي بقى نعمل الرز. نعمل البصله كده نشوحها في السمنه، هتاخد اللون الذهبي ده بس. ننزل عليه بحبه نص كوبايه رز وهنحط عليها الملح والفلفل بس، وهننزل عليه بنص كوبايه ميه. انا عايزاه نص سوا، مش عايزاه سوا كامل. خلاص عشان احنا هنسلق الوراك دي، فطبعا ايه هياخدوا سوا، فمش عايزين الرز يتعجن جوه. اهو وانا عندي حته لحمه مفرومه كده ورحت منزله عليهم بحته لحمه مفرومه. تمام كده تمام. بصوا في ناس كتير قالوا لي يا نونا الوراك بنعملها بالخله بتفك. طيب بصوا بقى احنا نعملها بطريقه تانية، بس انا انصحكم الطريقه دي مكلفه بصراحه. مكلفه يعني، انا بقول لكم بامانه ربنا مكلفه. لان هي بتتحط بصوا زي بتصوا الاستريتش راب، وبعد الاستريتش راب ورق المونيا. دي مكلفه. انا بكلمكم انا بالنسبه لي اوفر لي الخله. هي دي فعلا ما بتفكش خالص بس مكلفه. لكن لو انت عندك بقى خلاص ما فيش مشكله. حلو. تفتحي بقى الورك كده وبتحطي الرز. هو الراجل قولي له اعملي بس حمام كداب، هيعملها لك كده ويدس الورك لجوه، والجلد ده هو اللي بيتحكم في اللفه. اهو انا عملت لكم قبل كده بالخله، واديني عملت لكم بطريقه تانية خالص اهو. لفه كده ماشي. هنجيب بقى ورق الالومنيا اهو. بصوا بيكلف ورق الالومنيا. بص انا بقيس بالمقاس عشان ما اخدش كتير. اهو حاجه غاليه بصراحه. بصوا بلفها زي الرول ازاي اهو. هو المفروض 4 وريك، انا عملت 3 بحشوه وواحد من غير حشوه، لان في عندي حد ما بياكلش ابو حشوه ده، يعني بيحب ياكل ساده. فبرضه عملت له رول كده بحيث ان هو ايه، ان هو يتاكل كده يعني زيهم، يعني زي اللي هياكلوا الرز بالظبط. خلاص كده تمام تمام. وبعدين انت ممكن تحطي بسله، ممكن تحطي اي حشوه يعني. هتسلقيها زي الفراخ بالظبط، نفس ايه طريقه الفراخ. بصوا اهو. بص فعلا حديد، هي فعلا ما بيفكش. وهتحمريها وتشيليها وتنكشيها، مش هترميها من 7 دور، مش هيجرى لها حاجه. انا برضو بتكلم على اني مكلفه مش اكتر. اهو بص هفك لك واحد تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بصوا مكلفه بس مش اكتر، يعني هي تكلفه. ورق المونيا وستريتش راب بس. ممكن لو انت ما عندك ستريتش راب وعندك ورق زبده حطيها في ورق زبده عادي جوه الورق الالومنيا. بس ورق الالومنيا ده شيء اساسي. طبعا الشوربه بتاعتها دي بترميها، خلي بالك اوعي تستعمليها غلط. انا بقى كده هعمل ايه، هدهنه سمنه من على الوش اهو. ده خلاص بقول لكم، ده خلاص ده مش هنفكه دلوقتي. حلو، لان اللي هياكل الورك اللي هو مش محشي ده مش موجود على الغدا، فهنشيله له لما يجي يبقى سخن. فانا هدهن الوش وادخله تحت الايه، تحت الشوايه يعني. طب هنعمل الكريب من كل حاجه كوبايتين دقيق، كوبايتين لبن او كوبايه لبن وكوبايه ميه. انا بحط بيضايه، المفروض بيضتين ومعلقتين زيت، فانا حطيت بيضايه واحده بصراحه بس طلع تحفه. هتشوفوا دلوقتي يبقى ايه. وممكن تعملي بدل الدقيق ده على فكره ميه عادي جدا، ولا اي حاجه ولا بيجرى له حاجه، طالما تعمليه في نفس اليوم ما تقلقيش. بعدين بس الطاسه كده حاجه بسيطه كده زيت كده، وبروح نازله على الجنب، وبروح بصوا اهو. بس كده الكريب سهل جدا. انا عندي طاسه اكبر من دي، بس انا مش عايزه حجمه كبير كده بس عشان هعمله رول. لو انا هعمله سندوتش اللي هو المثلث فبعمل في الاكبر، بيبقى زي بتاع بره. اهو بصوا سهل جدا، يدوبك بس لونه يغير من على الشوب بتروحي قلبيه. حطه على حته من تحت وحته من فوق لازم. اهو بصوا ليه، عشان يفضل طري. اهو بصوا يدوبك بس وشه من فوق ينشف، وتبتدي تقلبيه على الناحيه التانيه. اهو بصوا وتحطيهم بقى على بعض، متخافيش. لكن لو انت هتعمليهم في الفريزر
لو انت عايزه تشيليه في الفريزر شيليه عادي على فكره في الفريزر. اهو بصوا ما شاء الله. على فكره لو انت عايزه تشيليه في الفريزر كده يا جماعه الموظفين شيلوه عادي في الفريزر ما يجراش اي حاجه. بصوا طري ازاي. هتحطي ولو عملتيه بميه يبقى بنفس الطراوه دي كده. هتحطي بس كل راق ما بين كريبايه وكريبايه كيس بلاستيك. افتحي كيس بتاع التلاجة ولا بيجرى له اي حاجه. انا بعمل كده لما بعمل كميه كبيره بحطه كده في الفريزر ولا بيجرى له حاجه. وانا بنتي عشان تمارينها واولادها فاولادها بيحبوا الكريب بعمله لها كده واشيله لها ما بين كل واحد وواحد راق بلاستيك بس خلاص ما يجرالوش اي حاجه. انا هاجي دلوقتي الف رول اهو بصوا. دي بنشكل جبن او جبنه موتزاريلا مفيش منها مفيش مشكله. ودي لحمه مفرومه معصجه وحطيت معاها ايه فلفل الوان. ودهنا بس الصينيه سمنه. هتقولي ما هي صينيه مش محتاجه تدهن سمنه. اقول لك بس انا عايزه ادهن سمنه من تحت عشان انا عايزه الرول من تحت ياخد لون ويقرمش. فمش هيقرمش كده لوحده لا ده لو مش حاطه سمنه هيتحرق. لا انا عايزاه يتحمر. فيتحمر ازاي ان انا احط له سمنه من تحت اهو بصوا. بس بنفس الطريقه رول كده. حط اللحمه المفرومه ما بياخدش لحمه مفرومه على فكره خلي بالك. يعني هي معلقه بس ما بياخدش. عرفنا بقى زهقنا من الاكل فقلنا نعمل الكريب ده مع الفراخ وتمام التمام وكلنا وزي الفل. يعني وجبه غدا محترمه مش ودسمه يعني مش قليله. يعني وجبه الغدا دي ممكن تعمليها لوحدها كده على فكره. بس انا قلت اروق عليهم بقى مش مشكله احنا في العيد يا جماعه كل سنه وانتم طيبين. ممكن تعمليها لهم كده عادي جدا. الكريب ده بس يعني انا ساعات بعمل الكريب ده بس ما اعملش جنبيه اي حاجه واحط مخلل او سلطه وخلاص على كده اهو. البتاعه دي طلعت مكعبره ما عجبتنيش انا عدتها تاني هتلاقوا بصوا كله سوا واحد خلاص. طلعت مكعبره ما عجبتنيش. يعني بصوا اعملوا كام واحد الكوبايتين والكوبايتين 11 رغيف. ادي حته سمنه سايحه وهمشي على وشها بس بسمنه سايحه كده وعلى وشها جبنه موتزاريلا. تحطي فين عايزه تحطي بشاميل حطي عايزه تحطي صلصه حطي يعني اللي انت عايزاه مش شرط جبنه موتزاريلا اي حاجه. ممكن تعمليها لهم وجبه غدا كده اهو وما تعمليش حاجه تاني. تحشيها بقى جبن تحشيها بطاطس محمر احشي اللي يحشيه اي حشو عندك. فراخ اللي انت عايزاه. ممكن تكون لحمه مسلوقه عندك فايضه قطعي حتت وقومي شوحيها على النار كده زي شاورما وروحي حشيها. حتت فراخ بايته عندك. ساعات العيال بيسيبوا الحته بتاعت الصدر الناشفه دي قطعي حتت صغيره واعمليها زي الشاورما كده فاص بملح فلفل الوان وبصل وبرده احشيها يعني اي حشوه. وهي دي تبقى وجبه الغدا ما تعمليش حاجه تاني. بصوا هنحطها بقى كده في الفرن. عرفي في الوسط على اعلى درجه في الفرن. بصي بقى بالجمال. بصي بقى الجمال. بصي بقى الجمال والحلاوه اللي خارجه بيها. بصي بقى الجمال والحلاوه اللي خارجه بيها. بصي بقى الجمال بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصي بصي حاجه جميله اهي بصوا. بصوا جميل ازاي ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا الفراخ اهي اهو بصوا حاجه جميله ما شاء الله لا قوه الا بالله. كانت تحفه بصراحه حلوه قوي. جربيها وهتعجبكم مش هتندمي. بصوا اهو بصوا بقى محمر من تحت ازاي. لو انا ما عملتش السمنه مش هيتحمر هيتحرق. احنا عايزينه كان يبقى محمر من تحت. ودي الفراخ اهي انا اديتها وش كده تحت الشوايه. عايزه تحمريها في السمنه حمريها انما انا دهنت وشها سمنه ودخلتها تحت الشوايه. اعمليها ومش هتندمي والله في منتهى الجمال. هي وجبه غدا متكامله من غير الفراخ دي بس احنا قلنا عيد بقى بنروق عليهم. بصوا حلوه جدا. بصوا ظهرها بقى ده اللي انا بتكلم عليه. لو انت ما حطيتش سمنه دي مش هيقرمش كده مش هيبقى حلو يعني. بصوا وشها عامل ازاي. يلا اوعوا تنسوا تحطي لايك ولو انت مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي زر الجرس. كل سنه طيبين عيد سعيد بحبكم في الله.